بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أخيرا خدت أجازة العيد. اثبت مكانك بقى وحات أبوك. أجازة العيد بقى أنا كنت منتظرها بقالي كتير قوي. ليه؟ لأن أنا تعبان من التاسكات ومن الميتينجز ومن الشغل ومن كل حاجة، ما عنديش وقت لحياتي الشخصية حتى. فأنا كنت من أحد الشرفاء اللي يستيقظون كل يوم على المشقات والجد والكفاح في العمل والاعتذار لدافع الاستمرار على عدم الوصول والحاجات الكتير دي. المهم، كل سنة وانتم طيبين. طبعا العيد خلاص، مش عارف بكرة ولا بعده ولا بعده، مش عارف، ولكن عموما كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعله عيد سعيد عليكم جميعا ويرزقكم جميعا بباونتيز وعيديات وبس. موضوع النهارده عن الريسبونس مانيبيوليشن. ايه هي الريسبونس مانيبيوليشن؟ استنى عشان اتسجل البوينت هنا عشان ما انساش. ده انا اتقل الابديت الجاي مش هيخلي في حد جاي. اتقل ايه بقى ريسبونس مانيبيوليشن وبتافكت فين بالظبط، وهن انالايز كود رياكت وكود جافا سكريبت، نشرح فين المشكله بالظبط، وهندي مثال بفيديو اوريدي كان موجود، وهنشرح سيناريوهات موجوده للريسبونس مانيبيوليشن. انا ما لقيتش لابات بصراحه احلها على الريسبونس مانيبيوليشن، بس انت ممكن تدور طبعا وتجيب حاجات على جيت هاب تعمل لها بيلد وكده وعيش يعني. اوكي، مبدئيا ايه ريسبونس مانيبيوليشن؟ الريسبونس مانيبيوليشن هو باختصار شديد يا صاحبي، انت دلوقتي بتبعت ريكوست، بيبقى متوقف على الريكوست اللي بعده الريسبونس بتاع الريكوست الاولاني. يعني هما ريكوستين او اكتر من ريكوستين، بس الريكوستات اللي في الخطوه الثانيه متوقفه على رد الريسبونس ده. اوكي، هي ما فيهاش فاليديشن. حلو، هي كل الفاليديشن اللي هي فيه الرد بتاع الريكوست ده. طب الرد بتاع ده صح اعمل ده، الرد بتاع ده مش صح ما تعملش ده. طب لو الرد بتاع ده جالك اكنه صح وهو مش صح وهو ما بيتشكش، هو كله اعتماده على مجرد الرد، فبيعمل التصرف ده. ده باختصار وبالبلدي جدا الريسبونس مانيبيوليشن. هي دي البج وهي دي الثغره، لكن الامباكت بتاعها متخلف وكبير بصراحه. وهنعرف ليه في الفيديو اللي هنشرحه. هو فيديو الرود مرتضى كان عامله على اليوتيوب عن ازاي قدر يشتري عادي الاعلانات واللي بناخد ستينجر ومش عارف ايه ولا. المهم انه قدر يشتري هنا في موقع ان الموقع مصاب. اوكي، وبلغته طبعا بعدها من خلال يعني انه يعدل السعر بتاع البرودكت من ريسبونس مانيبيوليشن، وما شاء الله خد فانا مرتضى الباونت. يا مرتضى اهي، والله ما نطلعهاش دي ولا ايه. طب خلاص، هو كده منزلها على اليوتيوب بقى. يا ايمن صباح الورد يا زميلي. ده زي ما قلت لك باختصار الريسبونس مانيبيوليشن باجز، وليه بتحصل وايه هي. يعني مجرد تلاعب في الريسبونس من اسمها ريسبونس مانيبيوليشن. حلو، بناء عليه بقى على الرد ده انت ممكن تاكسس ادمن بورتال، تباي بس ليميتيشن، تغير سعر برودكت زي ما انت شايف، وغيره من الحاجات. جميل، بتافكت فين؟ في خلط كبير قوي عند اغلب الناس، يمكن 90% من اللي سمعوا عن الريسبونس مانيبيوليشن يعني، الا وان الريكوست الفولنربل هو الريكوست اللي بنلعب في الريسبونس بتاعه. ده مش حقيقي. امال ايه اللي حقيقي؟ الحقيقي فعلا ان الريكوست الفولنربل هو الريكوستات اللي بعده. حلو، لان الريكوستات اللي بعده ما بتعملش تشيك اصلا على الاوثرايزيشن. جميل، يعني مش بتشوف انت مسموح لك فعلا تعمل ده ولا لا، ولكن هي بتعتمد على الرد بتاع ده على طول. في بج مضحكه في موقع ما جبتها من فتره. يعني الموقع ده ببساطه شديده كان في ريكوست بيتبعت بيعرض داتا الاكونت. اوكي، اول ما بتفتح في اي لودنج اي بيج بتفتحها بيتبعت الريكوست ده عشان يتشيك الستاتس بتاع الاكونت. جميل، فلما كنت بعدل حاجه في الريسبونس من فولس لترو الا وهي باسورد نيدز تشينج او باسورد ريسيت نيد، حاجه كده. اوكي، لما كنت بخليها من فولس لترو فكان بيطلع لي بوب اب في نص الشاشه اغير الباسورد من غير الباسورد القديم. فهي هنا لو او انفورماتيف. ليه؟ لان انا هبقى عارف الباسورد داخل الاكونت، فممكن تتقبل وممكن لا على حسب البروجرام، ولكن هنا هيبقى فيها possibility عظيمه ل CSRF واكونت تيك اوفر لو فعلا هي مش بوت ريكوست او جيسون ريكوست. وممكن تجرب كذلك تحاول تبعت او تعمل XSS في اي حته، ولو ضربت فعلا تقدر اكونت تيك اوفر ايزيلي ثرو ذيس اند بوينت. جميل، بس فالريسبونس مانيبيوليشن فعلا ليه افكت عالي وليه تأثير، ولكن خطورته تكمن في سهولته حرفيا زي ما بيقول. فالريكوست المصاب زي ما بقول لك بقى بيكون الريكوستات اللي بعد الريكوست الاول، لانها ما بتتشيكش الاوثرايزيشن وصلاحيه وصولك او اخدانك للاكشن ده، عشان الموضوع ده كان فيه اختلاط كتير. دلوقتي هنريفيو الكود بتاع الجافا سكريبت
ونشوف الكود بتاع جي اس اللي انا مجهزهم. شات جي بي تي طبعا قلت له اعمل لي اكواد فولنربل ريسبونس، ابلع امسك يا طيله مفريان. هنا ده كود الرياكت جميل. اوكي هنا كونست يوز افكت. اوكي بيفتش هنا اند بوينت اسمها سلاش اي بي اي سلاش يوزر. اوكي بعدين بيقرا الريسبونس بتاعها، الريسبونس اللي هو ريسبونس دوت جيسون، يعني بيعمل فورمات جيسون للريسبونس بتاع الريكوست الفيتش ده الاند بوينت دي، بيحطها في بارامتر الفاريبل اللي اسمه ريسبونس. وبعدين بيقول الداتا هي سيت يوزر داتا للداتا دي. اوكي بعدين في اف ستيتمنت متخلفه، هياخد بقى يتشيك الداتا دوت رول، يعني الريسبونس لما تعمل له جيسون دخل في داتا، فهو هنا هيكلم بقى سيت يوزر داتا وهياخد داتا دوت رول يتشيكها ادمن ولا لا. 3 يساوي في ايكوال تيبيكالي. اوكي هيتشيك الداتا رول ادمن ولا لا. طيب لو ادمن اوكي هيعمل سيتس ادمن ترو على طول، ما عملش اي تشيكس تانية، ما بعتش تشيك مثلا فين الدنيا، الا بقى لو سيت از ادمن دي فيها بقى تشيكس تانية من جوه. ولكن على حد علمنا والى هذا الموضوع فالكود كده vulnerable ل response manipulation، عشان هو ما عملش اي تشيك ستيتمنتس بالفعل غير دي، وده سهل نتلاعب فيه. يعني ممكن نعمل intercept response من البيرب، والريكوست اللي راجع للسيرفر الرياكت لما تستقبله ممكن تلاقي فيه ادمن عادي جدا، وتبدا تدينا صلاحيه which is will be vulnerable اكيد لو اعتمدتهم كلي على اليو اي زي ما قلنا. طيب جافا سكريبت على سبيل المثال، مثال حلوه المثال دي، على سبيل المثال fetch API product دي تقريبا الكود اللي روت كان شغال عليه. اوكي طيب البرودكت هنا برضو خد الريسبونس حطه في داتا وعمل كونستانت اوريجينال برايس هو البرايس، والديسكاونت ديسكاونت، والفاينل برايس كذا. وهنا بيقول لي ان this could be manipulated اللي هو الديسكاونت، وذيس كمان could be manipulated، وذيس could be manipulated لان احنا مش شايفين اي تشيك ستيتمنت تاني اذا كان السعر ده بالفعل حقيقي ولا لا. اوكي ممكن يكون في حاجه باك اند، بس زي ما قلت لك احنا دلوقتي بنراجع الفرونت بس. جميل. لو جينا نبص على الثغره اللي رود جابها هنا مرتضى، هنلاقي ان هنا كان لما بيكلم فلاش اي بي اي في 1 ماركت بليس، جميل، بيعرض له السعر بتاع الانف. رود جاء وقام عامل ماتش اند ريبليس رول للبوينت دي، يعني السعر هنا كان 756 صفار يعني 75 مليون، والاوبن اديشن برايس فور فلتر 75 بس. فرود عمل ده بزيرو و75 مليون بصفار تما. اوكي من الريسبونس بودي طبعا، وبكده ظهر البرودكت انه يقدر يشتريه بزيرو، وعمل الباجات تمام وطرش الباونتي. اللهم بارك. ده باختصار manipulation. وايه الكيسز؟ ايه كده احنا ما اتكلمناش عن الكيسز. حلو. طيب الكيسز مبدئيا ممكن تعمل بيها ادمن بانل باي باس او بانل باي باس، لوجن باي باس عامه. تعملها مثلا في ريكوست زي اللي بيتشيك السيرفرز بتاعت الاكونت او بيتشيك شويه حاجات جوه الاكونت. حلو عشان تبدا يعرض لك شويه حاجات تانية في اليو اي انت مش شايفها، مش معروضه للرول بتاعتك او مش معروضه الاوبشن ليك وهكذا. عندك بقى اثبات بسيط كده في بالي دايما تاكد بيه الريسبونس مانيبيوليشن ولا لا. يعني على سبيل المثال احنا دلوقتي في تشينج ايميل اريا. اوكي فبيطلب منك كود الاول على الايميل القديم، وبعدين بيخليك تحط ايميل جديد وتبعت عليه كود. اوكي الفكره كلها هنا ان انا ببساطه شديده كنت مثلا على سبيل المثال الريكوست الاول ان انا بعت فيه كود للكرنت ايميل بتاعي او للايميل الحالي بتاعي، وحطيت الكود ده وهو غلط، عملت ريسبونس مانيبيوليشن، دخلته وقلت له مثلا 200 اوكي وسكسس ترو، مسحت الايرور مسج من البوت. اوكي لما مسحت وعدلت الريسبونس نقلني على الخطوه الثانيه، بس انا كده هنا انثرايزد. اوكي لما جيت ابعت الريكوست بتاع سند نيو كود بعته من غير ما يتشيك انا اصلا حرص الكود ورا صح ولا لا. جميل. فهنا في ريسبونس مانيبيوليشن. طيب عشان اكونفيرم الحته دي هعمل كول دايركت عادي جدا للريكوست اللي بيسند الكود للميل الجديد. جميل. هشوف هل فعلا هو بياخد حاجه او بيعمل حاجه، او الخطوه بتاعت الكود الحالي دي اصلا في تشيك عليها، في ستيتمنت مثلا، في قيمه في الكوكيز بتتغير لما بحط كود جديد، في حاجه بتتعمل. اوقات بيعملوا الموضوع ده. تيك توك مثلا زمان لما كنت بغلط عليهم كان الحته دي تحديدا فيها بج، كان لما بحط كود صح بيديني توكن اسمه تيكت ده ببعت بيه الريكوست اللي بعده. لو جيت الريكوست اللي بعده والتيكت ده مش مبعوث او منتهي ما كانش بيبعت الكود. البج هنا كانت ان كان ممكن استخدم اي تيكت من اكونت تاني، فانا مش فاهم الريسك. انا كان ممكن اعمل اكونت الايميل بتاعي فعلا واجيب منه تيكت فاليد واستخدمها في الاكونت اللي انا عاوز اسرقه. بس طبعا قفلها انفورماتيف عشان مان ان ذا ميدل اتاك. انت هتدخل الاكونت ازاي؟ كان طالب مني اكسس على الاقل. فدايما لازم يبقى عندك تشيك في شويه
مواقع او ابلكيشنز ما بتبعتش تيكت وما بتحطش توكن لما بتحط الكود الصح على الميل الحالي، ولكن بتغير قيمه في الكوكيز او بتحط قيمه باك اند في الداتابيز في الكوكيز، بحيث الريكوست اللي بعده يشوف الريكوست ده يروح ياخد الكوكيز بتاعته ويجيب السيشن بتاعته ويخش يساله هل ده عمل فيريفاي للكود، فيلاقي القيمه دي مثلا في الداتابيز او في الباك اند فيقول له طب خلاص خليه يبعت كود جديد من غير ما يعمل بقى توكن ولا حاجه. فاهم الفكره؟ كان في فكره كمان لسه معديه عليا من كام يوم، بن لوك على موبايل ابلكيشن. قلت له بجوز باكثر من طريقه. اول واحده ان انا اكون المين اكتيفيتي نفسها دايركت وادخل من غيره، والسبميت كود ما كانش بيشيك على مستوى الابلكيشن، لا كان على مستوى الاي بي اي. فلما الاب كان بيلاقي 200 اوكي راجعه فكان بيرد عادي جدا بانك سكسس ويدخلني جوه الاكونت. لما بمسح الايرور مسج وبقول له في الستيتس 200 اوكي كان بيدخلني الاكونت عادي بريسبونس مانيبيوليشن. بس يا ريس دي الريسبونس مانيبيوليشن ببساطه. و ده المحتوى للحلقه دي. اتمنى تكون عاديه لطيفه ظريفه سعيد عليكم زي ما قلت لكم، و يا رب يعني ساند اخواتنا في فلسطين واجعلوا عيد يسير عليهم، حتى لو الضرب يقف عليهم شويه في العيد يفرحوا على الاقل لحظه. ربنا يجازينا ويجازيكم كل خير. وما تنسوهمش في دعائكم. كونوا برعاية وحفظ الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.